تنتصر الثورة السورية بجميع مقوماتها وبجميع ركائزها إلى ما وصلت إليه في هذا اليوم. وأقول بأن ذلك بإذن الله تعالى لم يحملنا في نهاية المطاف، ولم يبقى لنا القليل بإذن الله تعالى حتى نصل إلى حلب. وأنا أراكم تجلسون في حلب كما أراكم. يا شباب نستمع الآن إلى كلمة الشهداء والجرحى يلقيها على مسامعكم الأستاذة عبير فارس. فلتتفضل.